ما تصلوا على شفيعنا يوم الدين وكبروا خاطري بكلمتين حلوين، يا رب يبارك فيكم. وشاركوا الفيديو وقولوا رأيكم في الآخر ايه. تعالوا اقول لكم على سر بطاطس اللي كانت امهاتنا وجدودنا بيعملوها وكانت بتطلع حلوة وريحتها بتجيب لآخر الشارع. طريقة بجد حلوة جدا، وهتعملوها وهتجربوها وهتقولوا رأيكم في أي تعليق أو في أي فيديو هقدمه لكم بعد كده. هتقولوا رأيكم في طريقة البطاطس دي ايه. النهاردة هعملها لكم بطريقة حلوة أوي. هجيب كده طماطمتين كبار أو 3 طماطمات كبار وأحطهم في الكبة مع قرن فلفل سبايسي كده لو انتوا حابين، مش حابين برضو براحتكم. مع قرنين فلفل ملونين مع 3 جزرات. كل المكونات دي كده هقطعهم واحطهم في الكبة مع بصلاية متوسطة و4 فصوص من الثوم. هقول لكم تاني المقادير: 3 أو 4 طماطمات مع جزرتين، قرنين فلفل ألوان مع بصلاية متوسطة و4 فصوص من الثوم. كل الحاجات دي بقى هنضربها في الكبة، وبعدين هنجيب طاسة على النار نحط فيها معلقتين من السمنة أو معلقتين من الزيت حسب المتوفر عندك، وهنزل عليهم بكل المكونات دي كده. وبعدين هنزل عليهم بمكعب مرقة وملح وفلفل اسود، وهسيبهم بقى ياخدوا غلوة كده زي ما انتوا شايفين. هقلبهم واسيبهم ياخدوا غلوة معانا. يا جماعة الخلطة دي سر من أسرار نجاح البطاطس أو صينية البطاطس الأرداحي اللي انت أصلا مش هتحط لها أي لحوم، بس الطعم ده يكفي إن هو هيخليكي تاكلي كده من غير أي حاجة. أنا هاكلها حاف، بجد طعمها خطير. أنا ما استنيتش عليها إن أنا أغمس بيها أي حاجة تانية. هجيب بقى بطاطس هقطعها شرايح حسب برضو الكمية اللي انت عايزة تعمليها. أنا جبت حوالي 4 بطاطسات أو كيلو من البطاطس، قشرت وقطعت شرايح كده زي ما انتوا شايفين وحطيته في صينية على النار من غير أي دهون تاني بقى، لأن طبعا الخليط فيه الزيت بتاعه أو السمنة. وبعد كده هجيب الخليط وهنزل بيه على البطاطس زي ما انتوا شايفين وهوزعها كده كويس. وبعدين هحط لها حوالي كوباية من المية أو كوبايتين حسب ما انت حباها ناشفة. حط كوباية واحدة، عايزة فيها شوية صوص كده أو شوية شوربة حط كوبايتين من المية. وبعد كده هدخلها الفرن. لو ما عندكيش فرن حطيها على عين البوتاجاز وغطي عليها وسيبها لما تستوي. هتطلع معانا يا جماعة بجد زبدة، طعمها خطير وطعمها وريحتها في حتة تانية خالص، مختلفة تماما عن أي طريقة بطاطس انت عملتها قبل كده. أول حاجة قطع البصل مش كبيرة كده وباينة فيها، بتبقى يعني غليظة كده ورخمة كده في الأكل. لأ، دي قطع البصل صغيرة وحاجة كده بجد مش عايزة أقول لكم في حتة تانية خالص يا جماعة. زبدة وطعمها خطير وريحتها فوق الخيال. يلا جربوها وقولولي رأيكم، ولو الطريقة دي عجبتكم شاركوا الفيديو علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم.